السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اليوم إن شاء الله عندنا الرز طريقة سهلة وبنينة وتجي ما شاء الله. حبيت نقول لكم برك اللي يحب يدير فيه الشوربة فيرميسيل يدير، واللي ما يحبش يدير بلاش. أنا لهنا كنت بديت ومن بعد قلت خلي ندير معكم الفيديو. درت قولوا قريب 3 مغارف كبار تاع ماكلة تاع زبدة ومعاهم مغرف تاع زيت زيتون، هام ليك سخنوا مليح. عندي لهنا شوربة فيرميسيل كما يقولوا لها في الغرب وناس المغرب يقولوا لها الشعرية. نحمصها حتى تولي حمراء في هذيك الزبدة وشوية سواء تاع زيت زيتون ولا الزيت اللي حبيتي ديريها. لهنا عندي الهيل، عندي نجمة الأرض، فلفل أكحل وملح وقرفة، داتسي. ولهنا عندي الرز بسمتي غسلته وخليته يتقطر، يعني ينشف من الماء تاعو، وراها ما تشدش في الطياب، الطيب وحدها. درك كي نوريلكم الفيديو غادي تفهموني. لهنا راني كاين اللي يحبها الشوربه صفراء وكاين اللي يحبها حتى تولي دوغي ولا حمراء. انا لهنا حتى حمرتها باش حبست. هاي ليك نفرغ عليها الرز تاعي. انا الرز لهنا ما نديرش العبر باش نكذب عليكم، ما نقولكم 2 كيسان، ما نقولكم 3، ما نقولكم 4. عينك هي ميزانك. واللي ما تعرفش العبر تاع الرز ديما عبر تاع رز بعبر وفايت النص الكاس ناقص منه غير ربع تاع ماء، ماشي 2 كيسان تاع ماء. كاس تاع رز كاين اللي يدير له 2 كيسان تاع ماء، هو لا، كاس تاع رز باش يجيك طايب وممتو ناشف. كاس تاع رز بكاس تاع ماء وزيدي كاس واحد اخر نقصي منه غير شويه. الا درتي 2 كيسان قولي ديري شي 3 كيسان ونص تاع ماء. الا هنايا بعد ما درت انا الهيل تاعي القرفه بليتو ونجمه الارض يتقلاو مع الرز والفيرميسيل، درت عليهم شويه ملح وفلفل الكحل. ولاستيس تاع هذه الماكله الطريقه باش تجيك مليحه مليحه مليحه، لازم تمرقيها بالماء السخون، لازم. هاي ليك شوفوا كيفاش مرقتها، يعني ماشي نعومها بالماء وماشي نخلي الرز تاعي يبان، قيس ما يتغطى لي شويه. شوفي بعد ما حمرت الشوربة فرغت عليها الرز، الهيل، قرفة، نجمة الأرض، حمصتهم مليح مليح، فرغت عليهم فلفل الكحل والملح، مرقتهم بالماء سخون وغير القدرة تاعي غليت طفيت عليها. راكم شفتوا انا لهنا نغطيها بالسربيتة ونزيرها، وماذا بيك نحيها من فوق النار ولا الريزيستانس ولا فاش ما طيبتي باش ما يتحرقولكش دوزانك، وغطيها بالسرابت كيما درت انا هنا وخليها انسيها حتى نص ساعة 40 دقيقة. انا لهنايا شوفوا الساعة في الكوشة تاعي 8:32 ل11 دقيقة رجعت لها، حتى قضيت شغلي وسيقت وكملت كلش باش رجعت لقدرتي. نحيت هذوك الزايدين اللي من الفوق، الهيل ونجمة الأرض والقرفة، ونخلط الرز تاعي وشوفوا كيفاش يجي كل حبة وحدها ما شاء الله. يعني ما ياخذ لكش وقت تاع طياب، غير تقلي تغلى القدرة تاعك طفي عليه. هذه هي. انا لهنا خليته طول، لو كان 1 ساعة وفتحت القدرة وقلبته بالمغرف هو سهل، ما جانيش يابس في الحقيقة، بس انا حتى كملت كامل شغلي باش فتحت على قدرتي. وهذا هو الرز. كنت ديجا موجده الدجاج من قبل، انتي تحبي ديري الدجاج اللحم تحبي ديريه وحده، تحبي كل واحد وش يحب الحوت. المهم انا اليوم وريت لكم الرز. ها هو الرز تاعي مع الدجاج، ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم وتاكلوها بالصحه والهنا. هذه هي خوتي خواتاتي، واللي شاف الفيديو ماذا به وعجبه يابوني في القناه ويعاوننا شويه بالدعم تاعو، وشكرا.